يجيك شيخ يقول لك لا، أنا لا أنصر حماس، أنا لا أنصر غزة، أنا لا أنصر المقاومة، أنا ضد هؤلاء. أنت كافر، كافر يا خائن يا كافر. قلوبنا، أوقاتنا، أولادنا، أموالنا لغزة والمقاومة أحب من السلام عليكم، إن شاء الله تكون شفتوا كيفاش سهل عندهم تخوين وتكفير المسلمين. هيا احنا نسألوا سؤال، أعطيني عقلك، بيني عقلك وجاوبني على هذا السؤال. هل المقاومة والجهاد ضد المحتل الصهيوني هي حماس فقط؟ الجواب لا. هل كل الفلسطينيين وهل كل سكان غزة وهل كل المسلمين مع حماس؟ لا. إذن لماذا حصرتم المقاومة والجهاد فقط في حماس وباغيين تفرضوا رايكم على الناس وتقول لهم اللي يمشي مع حماس خائن وكافر وهو ضد أهل غزة وهو يتشفى في أهل غزة وهو ضد المقاومة وضد الجهاد ضد المحتل الكيان الصهيوني؟ علاش تغلطوا في الناس؟ علاش تكذبوا على الناس؟ يا سيدي لو كان تروح لفلسطين وتروح لغزة في ذاتها وتسقسي الناس وتقول لهم هل أنتم يا سكان غزة كلكم مع حماس؟ يقول لك لا، نحن مع فصيل كذا ونحن مع جماعة كذا، وكاين اللي ما ولا مع فصيلة مع يجاهد وحده. هايس، هل هذا خائن وكافر؟ علاش؟ ماذا استفدت انت؟ استفدت انه انشهرت وفيديو شيخ جزائري يدعم المقاومة، هذا ما استفدت في الدنيا، لكن في الآخرة ستحاسب على هذا الكلام. راجع نفسك واتقي الله وبركة ما تخون في الناس وبركة ما تكفر في الناس. المقاومة ليست حماس لوحدها، الجهاد ليس حكرا على حماس لوحدها. أنا صوتا وصورة واحد الوقت كنت متعاطف مع حماس، لكن هل اكتشفت أنهم يصفون قاتل المسلمين السنة بشهيد القدس ويترضون على من يسب أمي عائشة رضي الله عنها ويسب صحابة رسول الله رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم، ويقول القرآن ناقص يترحمون عليه ويصفونه بكذا وكذا. جبت روحي يا أخي، مانيش معكم، أنا أعلنها مانيش مع حماس، وهذا لا يدل أنه راني ضد أهل غزة. الله ينصر غزة، الله ينصر أهلها ويحميهم، والله ينصر الرجال المخلصين. أما أحذية إيران المجوسية الذين هدفهم قتل العرب بالسنة، هادو أنا ندعي لهم اللهم لا تقيم لهم قائمة. واللي باغي يزعف يزعف، اللي باغي يخبط راسه ما حيط يخبط راسك ما حيط. سمعت؟ رانا نهضروا منطق، قلت لك اعطيني عقلك. المقاومة والجهاد ضد المحتل الصهيوني ليست حماس لوحدها وليس حكرا على حماس لوحدها، ومثبطين ومداخيلا وكاع النهار وانتم تشركوا في فمكم. قلنا لكم تعالوا الى كلمة سواء، ارواح نبني وجيل، الفيديوهات موجودة، ارواح نبني وجيل يتبنى قضايا الامة، يتبناها. تعرفوا معنى كلمة يتبنى؟ ما تعرفوهاش؟ يعني يعيش بقضية، ما يستبن ماكلة، ما يستبن رقاد، ما يستبن والو، يتبنى قضايا الامة، مش يتعاطف، ومش غير يتعاطف في الواقع، يتعاطف في المواقع. خطابات رنانة ومن بعد يروح يرقد عند الصطاد من 2 تاع الصباح ولا 3 تاع الصباح، هو راقد عند الصطاد، تطلع الشمس تحرقه حتى 3 تاع العشية باش يتخرج لهذا الماتش. يتخاصم مع أخوه المسلم على جال ميسي ولا جال رونالدو. هل هذا جيل متبني لقضايا المسلمين؟ هل هذا اللي يروح للسهرات في كل ربوع البلاد، سهرات وحفلات، وبلا ما نهضروا على ما هو أدهى، الشرك الوعادي تاع الشرك اللي ما زالت لحد الآن. وغزة تحترق وغزة تجوع وما زالت الناس تدير في الوعادي وتضرب في الطعام باللحم والزبيب وكوكا كولا
وغزة تجوع. هذوك ما تهضروش عليهم. هل هذا جيل يتبنى قضايا الأمة؟ أيا بالله عليك أنت راك شيخ سيدي، هل هذا جيل يتبنى قضايا الأمة؟ اللي يروح للوعادي تاع الشرك، اللي يروح يدير السحر، اللي يروح للسهرات والحفلات ويبرح على الشواذ. تبرحوا على الشواذ تبرحوا عليهم بالدراهم، ومن بعد تقول لي أنا مع المجاهدين، أنا مع. يا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الحل، قال لك طوبى للغرباء. شكون هما الغرباء؟ قال لك الذين إذا فسد الناس صالحوا. يعني مانيش حافظ الحديث، يعني يعطيك في معناه كيف فسدوا الناس هما صلحوا، وفي رواية أخرى أصلحوا، يعني كي شافوا الناس فسدت راحوا أصلحوا هما. هذا هو الجيل نعوسوا ليه هنا، جيل يتبنى قضايا الأمة، والجيل هذا ينصنع بالإسلام الصحيح. والإسلام الصحيح يبدأ بتشرب التوحيد في مرحلة الصغر. ما بغيتوش تقروهم التوحيد في المرحلة الابتدائية، ما بغيتوش تقروهم التوحيد وهما صغار، طلعوا لكم جيل يستقبلوا سان لوفون. تعرفوا سان لوفون تعرفوه؟ اللي استقبلوه في العاصمة هما وخواتاتهم واماتهم. هل هذا الجيل يتبنى قضايا الأمة؟ يا سلام عليكم، والله ينصر المخلصين، الله ينصر المجاهدين المخلصين، وأحذية إيران اللهم لا تقيم لهم قائمة.